كنبغي نهني اللاعبين ديالي على المقابله اللي قدموا، المجهود ديالهم اللي قدموا طيله 120 دقيقه. كانت مقابله كنا كنعرفوا انها تكون مقابله صعبه، لان كتجمع جوج الفرق اللي كتعد فرق مرجعيه في كره القدم الوطنيه. وكذلك اللي كيزيد من الصعوبه ديالها هو انه الفريق ديال المولوديه الوجديه كيعاني، عنده مشاكل، وبالتالي خص يعوض في ما فاتو في البطوله في كاس العرش. كنظن انها كانت مقابله في مستوى كتليق بالفريقين بالتاريخ ديالهم. قدمنا مقابله في المستوى، انا شخصيا راضي على اللاعبين، قدموا مقابله كبيره. آه، كنا كنحاولوا اننا ننهيو المقابله في الوقت الحقيقي ديالها، ولكن قدر الله ما شاء فعل، مشات المقابله الضربات الترجيحيه. وحتى كما شاف الجميع الضربات الترجيحيه كانت كتميل مره للنادي القنيطري، مره للمولوديه الوجديه، وفي الاخير استقرت في المولوديه الوجديه. كان بهذه المناسبه كنقول لهم فيليسيتاسيون، بون كونتينياسيون. وكنبغي نهني اللعابه على المستوى اللي قدموا. وحنا عندنا الهدف ديالنا هذا الموسم هو نحقق الصعود للقسم الاحترافي الثاني. دونك مقابله كتبقى يعني قدمنا فيها احسن صوره على النادي القنيطري، وشرفنا القسم الوطني هوات. وكنبغي نبعث رساله للاعبين اننا نركزوا ونشتغلوا دائما كما كنشتغلوا منذ الاشراف ديالي على الاداره التقنيه ديال النادي القنيطري بجديه بتركيز، ونحاولوا اننا نفكروا في المقابلات ديال البطوله. دونك ما بقاش عندنا الذهن ديالنا مشتت ما بين البطوله والكاس. دابا غادي نركزوا على البطوله ان شاء الله. كنوعدوا الجماهير ديالنا ديال حلاله اللي كتحجات الملعب الشرفي بوجده واللي دائما كتساندنا. كنوعدهم اننا ان شاء الله ان نفرحوهم في اخر الموسم ونقدموا احسن ما كاين ان شاء الله. ندمج بعض اللاعبين اللي كانوا بداو في هذه المغامره ديال كاس العرش اللي انتهت اليوم. وكن ما بديتش يعني بالتشكيل الرسمي، يعني 6 لاعبين ولا 7 رسميين ما اعتمدتش عليهم. ولكن النادي القنيطري بمن حضر عندي الثقه في جميع اللاعبين، وكما شاف الجميع لا الفريق الاول ولا الفريق الثاني قدموا مستوى جيد. حاولنا اننا نقحموا اللاعبين الاساسيين اللي كنعتمدوا عليهم في البطوله في الشوط الثاني، وننهيو المقابله لصالحنا. ولكن ما تحتاج لنا هذا. كما قلنا كرة القدم هي هذه فيها 3 المعادلات. كيف رجحت المولودية الوجدية، وكنتمنى أن هذا الفوز بالكأس يكون عنده واحد الوقع إيجابي على جميع مكونات ديال المولودية، ونحاولوا أنهم يخرجوا من الوضعية اللي هم فيها. إن شاء الله تعطيهم ثقة وحافز كبير باش يحاولوا أنهم يخرجوا من الوضع ديالهم اللي كيعيشوا فيه الآن.